اوباميانغ الجابوني سجل ثنائية 4-0 صارت النتيجة لبرشلونة. اوباميانغ هذا دفاع ولا خليني؟ هذا دفاع الريال ولا دفاع شو نسميه، ولا دفاع ليفانتي ولا علامة؟ برشلونة الكامب نو دايما يتعود يشوف اساطير بتحسم الكلاسيكو، ميسي، سواريز اللي عملنا عنه الحلقة الاسبوع اللي فات، ولسه ما شفتهاش روح شوفها دلوقتي. لكن الماتش ده برشلونة دخل البرنابيو من غير كل الاسامي دي، كان فريق في مرحلة اعادة بناء والجماهير مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. ريال مدريد متصدر الدوري ولسه كسبان باريس بريمونتادا، والناس كلها فاكرة ان برشلونة هيخش الماتش ده عشان يحاول يطلع باقل خسارة. لكن الليلة دي كان في مهاجم جديد جاهز يكتب اسمه في تاريخ الكلاسيكو، اوباميانغ. ازيك يا كتالون، انا اسمي بيت، والفيديو ده من سلسله اسمها اعظم اداء كروي في التاريخ. في السلسله دي بنجيب ماتش مهم جدا في تاريخ البارسا بيكون بطله لعيب واحد بس، وبنحلل تاثير اللاعب ده في الماتش اذا كان بالاهداف او الاسيستات او حتى روحه في الملعب. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتنزل تعمل لايك دلوقتي، وخلينا نحكي ونشوف اعظم اداء كروي لاوباميانغ مع برشلونه. الحكم بيصفر والبرنابيو مولع، وريال مدريد من اول دقيقه بيحاول يفرض سيطرته. فينيسيوس بيستلم على الجناح وبيجري اروخو، لكن اروخو كان واقف زي الجبل ساعتها. وبعدها بحبه برشلونه يبدا يبني الهجمات بهدوء. بوسكيتس يستلم يلعبها لبيدري، لمسه سحريه من بيدري لفران توريس، لكن كورتوا يتدخل. اول انذار ان الليله دي مش هتكون سهله على مدريد، والماتش يفضل زي ما هو رايح جاي لحد ما تيجي الدقيقه 29. ديمبلي يجري ناحيه اليمين يرقص ويرفع راسه ويشوف اوباميانغ داخل ما بين المدافعين عشان يلعب العرضيه بالمقاس على راس اوباميانغ عشان اوباميانغ يطير في الهواء ويحطها في الجول. الجون الاول لبرشلونه، البرنابيو اتصدم وجماهير برشلونه مولعه. بعديها بدقايق برشلونه يجي عليهم بالضربه الثانيه، كورنر من ديمبلي عشان اروخو يرتقي فوق ويحطها في الجول، عشان كده تبقى 2-0 والشوط الاول يخلص. والكل مش مصدق ان ريال مدريد خسران على ارضه 2-0 من سكواد برشلونه اللي لسه بيتبني. قبل ما ابدا الشوط الثاني هنعمل زي كل حلقه وهنتكلم عن بطل الليله اوباميانغ. الراجل ده قصته مش سهله، كان الكابتن لارسنال والبطل اللي بيجيب لهم البطولات، لكن بعد مشاكل كتير مع الاداره والمدرب وسحب شرط الكابتنه من اوباميانغ، كله قال اوباميانغ خلاص شطب ما بقى زي زمان. وفي يناير 2022 اتساب يخرج ببلاش تقريبا، بس لما دخل برشلونه الوضع اتغير تماما. كان جعان يثبت نفسه، والبارسا كانوا محتاجين لمهاجم يشيل الفريق. اوباميانغ مش المهاجم الكلاسيكي اللي يستنى الكوره جوه ال 18 وبس، اوباميانغ وحش سرعه، يسبق اي مدافع ويضغط على كل كوره ويفتح مساحات ويخلي كل هجمه شكلها خطير. وغير كده كان عنده لمسه اخيره هاديه جدا، الناس كلها كانت فاكره انه جاي يا دوب يكمل الموسم. بس في ليله البرنابيو دي اوباميانغ قرر يثبت انه مش بس صفقه شتويه، قرر يثبت انه فعلا المهاجم اللي تقدر تعتمد عليه في اي ماتش ليه. الشوط الثاني بيبدا، بوسكيتس يقطع الكره من نص الملعب ويباص الكره لفران توريس يلف يبقى لوحده ويشوطها في المقص ويجي الجون الثالث. 3-0 في البرنابيو. مدريد بينهار والكتالان مش عايزين يوقفوا. محدش كان مستوعب، هو ده برشلونه الفريق اللي كان عاشر الدوري، وده ريال مدريد اللي لسه عامل منطقه على باريس. محدش كان مصدق اللي بيحصل. 3-0 لبرشلونه في قلب البرنابيو بالسكواد ده، وتيجي الدقيقه 52 وباص سحري من فران توريس لاوباميانغ، واوباميانغ ينفرد بكورتوا بلمسه سحريه من فوق كورتوا عشان يجيب الرابع بالطريقه اللي كلنا متعودين عليها. وبعديها اوبا يروح يحتفل بحركه دراجون بول في وسط البرنابيو قدام جماهير مدريد كلها. بعد الجول ده برشلونه كان ممكن يجيب الخامس والسادس، واوبا كان ممكن يجيب الهاتريك، لكن ريال مدريد الحقيقه محظوظ عشان كان عندهم حارس زي كورتوا. كل لمسه من اوباميانغ كانت بتولع المدرجات كلها. ما كانش مهاجم بس، لا كان بيرجع يدافع وكان بيضغط على مدافعين مدريد. كان وحش، كان فعلا قائد للهجوم كله. والحكم بيصفر والنتيجه 4-0 لبرشلونه. صفاره النهايه في البرنابيو ما كانتش بس نهايه ماتش، لا كانت لحظه ظهور بطل جديد. اوباميانغ ما اكتفاش بس بالاجوان، الراجل دخل الماتش وهو عارف ان كل العيون عليه، كل الضغط عليه. هو مهاجم برشلونه الجديد اللي المفروض بيعتمدوا عليه دلوقتي. كل الناس مستنيه منه حاجه كبيره جدا، بس هو ما اهتزش لحظه. كل حركه ليه، كل لمسه ليه كانت بتقول انا هنا عشان اثبت نفسي. الملعب كله كان حاسس بطاقه مختلفه. جمهور مدريد مصدوم وجمهور برشلونه كان مولع الدنيا، ودفاع مدريد مصدوم بيبص لبعض وبيقولوا مين الراجل ده؟ احنا مش خلصنا من سواريز جالنا مهاجم تاني؟ وفي اللحظه دي اوباميانغ ما سجلش بس، ده كتب قصته الخاصه في التاريخ. مهاجم ذكي سريع قوي وعنده الحاسه اللي تخليه يظهر في الوقت المختلف. الليله دي علمتنا ان الكوره مش بس اسماء كبيره واساطير، الجراءه والتركيز والموهبه ممكن تخلي اي لعيب يبقى بطل. اوباميانغ خرج من الملعب والكل واقف يسقف له، مش بس لانه سجل، لان هو اثبت ان اي حد ممكن يبقى بطل، والليله دي كان هو البطل بتاعها. رايك في اوباميانغ وترتيبه ما بين مهاجمين برشلونه في اخر 20 سنه رغم فترته القصيره؟ واستنى كومنتاتكم. سلام.